بصراحة يعني عايزة أقول إن أول مرة أقرأ ديوان مش قادرة أقول إن هي شاعرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هدى فعلا شاعرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لدرجة إن أنا بعد ما قريته كنت عايزة أقرأه تاني. فأنا بحييها وبقول يسعدني جدا إن أنا أشوف كل الشابات والشباب كلهم يكونوا في نفس المستوى وكلنا كمان نبقى في نفس المستوى. النهارده الأستاذ فتحي نجمة أنا كنت بكلمه وبقول له دايما أنا بحب يعني أطمئن عليه لأن إحنا من زمن طويل قوي كنا مع بعض. فلما قال لي ان انا في الندوه بتاعت هدى قلت له انا هاجي لان انا عايزه اشوف هدى فعلا، وانا مش عايزه اقول حاجه كبيره ولا اضيع الوقت. هقول القصيده اللي قدامي دي كبيره فانا اقول لا قولي لي. والله انا القصيده دي مش عارفه، انا شايفه ما شاء الله كله شباب وسعيده جدا ان انا شفتكم يعني وفي تعقيب وفي حاجات يعني جميلة تعجبني جدا. ان شاء الله نعمل زيكم ان شاء الله. انا برضه بحب يلي الشيطان غواك وداك لكل هلاك، وبدأت بالدخان وشلت بنجو معاك، وشربت شيشة وسجاير وصبحت في الدنيا حاير. لو كنت شاطر وناصح كان بقى عندك عماير. دلوقتي حالتك تبكي، عيان وداير بتشكي، ودبت ويا المخدر، ويفيد بايه لما تبكي؟ الفرحة فاتت وعدت، والصحة كمان اتهدت، والدنيا كمان يا صاحبي قدام عينيك اتودت. ارحم عيالك وبيتك وتبطل الكيف يا ريتك. دي مراتك ام لعيالك محتاجة لملحك وزيتك. عيالك على طول عرايا، وحكايتك في الحتة حكاية، وعكس بيتك مخلع ما تشوف وشك في المراية. الجن كله في كيفك، والجن صاحبك وضيفك، والبنك شقلب حالك مش لاقي حتى رغيفك. نصيحة مني يا صاحبي بقولها من جوه قلبي، اهجر بسرعة المخدر والتوبة هيقبلها ربي. ارجع بعقلك وفكر، بلاش تدوب في المخدر عشان تعيش بالسلامة. عالصحة فتش ودور، واوعى تطاوع شيطانك، وادي ولادك حنانك. ده الكيف نهايته أليمة والكل زعلان عشانك. خليك مواطن وصالح وشارك في كل المصالح، هتلاقي بلدك وشعبك بيقولك برافو يا صالح. بنقول في حد اسمه صالح هنا؟ شكرا، برافو يا صالح. طيب